الأهلي أمام معركة الحسم في زنجبار. فوز الليلة يعني تأهلاً رسمياً. هل يفعلها المارد الأحمر؟ يخوض النادي الأهلي اختباراً حاسماً عصر اليوم عندما يحل ضيفاً على فريق يانغ أفريكانز في زنجبار ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في مباراة قد تمنح بطل إفريقيا بطاقة العبور المبكر إلى ربع النهائي. الأهلي يدخل اللقاء وهو متصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، متقدما ب3 نقاط عن الفريق التنزاني صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري الترتيب برصيد 2 نقطتين لكل منهما. ويكفي المارد الأحمر تحقيق الفوز لضمان التأهل رسميا دون انتظار نتائج الجولتين المتبقيتين. المدير الفني ييس توروب يدرك صعوبة المواجهة أمام فريق مدعوم بالأرض والجمهور، خاصة أن يانغ أفريكانز يلعب بشعار لا بديل عن الفوز للإبقاء على آماله في المنافسة. وخاض الأهلي تدريبين في زنجبار ركز خلالهما الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية مع حرص واضح على إخفاء ملامح الخطة. وتشير التوقعات إلى مشاركة محمد علي بن رمضان بدلاً من إمام عاشور مع الإبقاء على القوام الأساسي للفريق. التشكيل المتوقع للأهلي: حراسة المرمى محمد الشناوي، الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا، الوسط مروان عطية، اليو ديانغ، محمد علي بن رمضان، زيزو، تريزيجيه، الهجوم مروان عثمان. ويدير اللقاء طاقم تحكيم كاميروني بقيادة الحكم أنطونيو ماكس وسط ترقب جماهيري كبير لمباراة قد تحسم مصير المجموعة مبكراً. قصة طريفة: في إحدى مباريات الناشئين سأل المدرب حارس المرمى قبل المباراة: جاهز؟ رد الحارس بثقة: جاهز يا كابتن. سأله: خائف من الجمهور؟ قال: لا، أنا خائف من بابا، قال لي لو دخل في جول حرجع البيت مواصلات.